علشان تقول أو تؤكد على حقيقة إنسانية المسيح إنه أخذ جسد حقيقي، فبيقولوا بما إنه ناسوت المسيح ناسوت حقيقي فهو إذن ناسوت قابل للخطأ. التعبير أرجع لتعبير بولس في رومية 8:3: المسيح جاء إلينا في شبه جسد الخطية. كلمة شبه هنا معناها جسد حقيقي لكن بدون خطية. لو إنه المسيح بناسوته كان قابل للخطأ، ده معناه يحطني قدام أمر مربك جدا كتابيا ولاهوتيا. هو إزاي إنسان عنده إمكانية لفعل الخطأ حتى لو ما عملش ينفع يفديني؟ ده هو أساسا مدام عنده إمكانية لفعل الخطأ حتى لو لم يفعل خطية، هو نفسه يحتاج إلى مخلص. نرجع لولادة المسيح عشان نتأكد بقى أنه ناسوت المسيح لم يكن قابلا للخطأ بأي شكل، لأنه عندما جاء الملاك يبشر العذراء القديسة مريم قال لها كده: الروح القدس يحل عليك ونعمة العلي تظللك والمولود منك يدعى قدوس الله. التعبيرات دي تؤكد لنا أنه ميلاد المسيح المعجزي مولود من الروح القدس ولم يرث الخطية التي ورثها آدم لكل الجنس البشري، وبالتالي ناسوت المسيح ناسوت حقيقي لحم ودم زينا لكن بلا خطية.